يوم بنعد فيه باقي كام يوم على رمضان. كل يوم بيقل لحد ما نوصل لأول يوم في رمضان. بنعد من أول عيد الفطر لحد دلوقتي. كل سنة وانتم طيبين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم امين. النهارده انا جايبه لكم حاجه مختلفه، بما اننا احنا داخلين على رمضان والصيام، والاطفال كلهم عندهم الدور اللي ماشي ودور برد ودور وجع في الزور، واحنا الكبار كمان ما سلمناش من الدور ده. فانا جايبه لكم وصفه ماشيه عليها من سنين، وصفه مجرباها وعاملاها للكبار والصغيرين. انا اللي كنت مخترعاها بيني وبين نفسي كده وبعملها وجابت نتيجه حلوه. بعد كده بدات اقول لكل اللي حواليا عليها. اتفاجئت ان كمان في شيفات كتير في التلفزيون بيعملوها او في على النت شفتهم بيعملوها، وفعلا هي فوائدها حلوه جدا. بس اهم شرط فيها ان كل حاجه تحطيها تكون اصليه. اللي احنا هنحطه هي حاجه بسيطه جدا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب عسل يكون طبيعي طبيعي 100%. يعني شوفي حد عنده منحل تكوني عارفاه، تجيبي منه عسل يكون مضمون، مش يكون مضروب زي اللي احنا بنشوفه. يعني عايزين عسل يكون اصلي اهم حاجة. وطبعا زيت زيتون اصلي 100%. انا زيت الزيتون ده بيجيلي من العريش، في واحدة صاحبتي اهلها في العريش فبيجيبوهولي من العريش. بيجيبوا يعني هم بيروحوا للمعصرة وبيشوفوا الزيتون وهو بيتحط في المعصرة، وبياخدوه في الناحية التانية في الازاز دي. يعني مضمون 100%. فانت شوفي حد كده يكون بيسافر العريش، حد يكون عنده منحل. انا برضو حد قريبي برضو عنده منحل واثقه فيه، بجيب منه العسل مضمون 100%. العسل ده بتاع البرسيم مثلا بنجيب منه يكفينا مثلا فترة الشتاء كلها. يعني نجيب ونقول هنعينه للشتاء، للتعب، لوجع الزور، للحاجات دي كلها بينفع. الوصفة دي بقى لإيه؟ الوصفة دي للبرد، لالتهاب الحلق، لأي حاجة في زورك مش مظبوطة، لوجع اللثة. يعني مثلا في ناس كتير بيطلع لهم حاجات في اللثه كده ما بيبقوش عارفين يعملوا فيها ايه. معروف ان زيت الزيتون مضاد للالتهابات، مضاد للالتهابات رهيب. يعني انت حتى لو عندك حاجه في اللثه زي كده وتمضمضي بشويه زيت زيتون بس يكون اصلي، ان شاء الله يروح. مع العسل اللي هو طبعا عارفين فوائده عامله ازاي، مع عصره ليمون بس مش اكتر من كده. كل اللي احنا بنعمله بنحط معلقه عسل. هو زيت الزيتون بيديله طعم مش اللي احنا بنحبه قوي. يعني صعب، يعني انت ممكن تديه للاطفال على انه دواء. بنحط مثلا معلقه العسل كده، نحط مثلا عليها شويه زيت زيتون معلقه برضو. زيت الزيتون بيتعرف من لونه، بيتعرف برضو من القوام بتاعه، بيبقى قوامه تقيل شويه. فاحنا بنحط زي كده زيت الزيتون على العسل النحل ونفضل نقلب فيه كده. وبعد ما نخلط خالص كده بنحط بقى عصرة الليمون. هنشيل البذر ده بس نخلط الاول كويس. الافضل ان احنا نزود زيت الزيتون عن العسل، يعني خلي كميه زيت الزيتون تبقى اكتر شويه من العسل. يعني حطيتي مثلا معلقه الا ربع عسل، حطي معلقه وربع او معلقه ونص زيت زيتون، تبقى اكتر شويه من العسل. ونفضل نقلب بقى لحد ما القوام يختلط حلو جدا. القوام ده بقى او الخلطه دي بقى هتعمل بها ايه؟ احنا عملناها هي بنحطها كده مثلا في اي حاجه عندي، بس بتكفي اليوم بس. يعني ايه؟ ما ينفعش ان احنا نسيبها في التلاجة كام يوم، يعني ناخد منها كل يوم، لا هي يوم واحد. بتبدأي تاخدي كل يوم، كل 3 مرات في اليوم. مثلا الصبح تاخدي معلقة، في وسط النهار واحدة، بالليل واحدة. الأطفال برضه نفس الحكاية. المشكلة الوحيدة عند الأطفال إن زيت الزيتون بيديله طعمه مش حلو شوية. فاحنا بنعمل إيه؟ بنحطه على إنه دواء، زي إزازة الدواء اللي بياخدوا منها.
بنبدا نديهم معلقه دواء، ما بنقولش ده عسل ولا زيت ولا تجيب لهم سيره احنا عاملينه ازاي. بناخد المعلقه ونديها لهم على انها دواء، والله سحر مضاد حيوي طبيعي، مضاد حيوي طبيعي من غير اي حاجه مضره. يعني احنا بنخاف من المضادات الحيويه ومن تاثيرها على الاطفال، ده مضاد حيوي طبيعي، جربيه ومش هتندمي. جربيه للاطفال اول ما زورهم يبدا يوجعهم كده، ابدأ اديهم منه 3 مرات في اليوم، 4 مرات في اليوم، مش هيأذيهم في حاجة. كلها مكونات طبيعية، حاجة لو اختلطت مع بعضها بتسيبش ما بتعملش اي حاجة وحشة. بتفيد بس. يعني كلها انت ابحثي عن فوائد زيت الزيتون الاصلي والعسل الاصلي ومعاهم عصرة الليمون وشوفي الفايدة الرهيبة اللي فيه. فايده فعلا حلوه جدا. انا عن نفسي اول ما زوري ابدا كده ان انا احس ان هو بيحرقني بيوجعني، خلاص الخلطه دي معروف بروح عاملاها وطول النهار اخد منها شويه صغيرين بشويه صغيرين. الطعم مش قد كده بس علاج احسن من اي علاج انت بتشتريه، له اثار جانبيه وله حاجات مش حلوه احنا ما بنحبهاش. بتعملي ده طبيعي، اعملي زي ما انا عامله كده. بتاعه العسل دي الاصليه بجيبها بس للعلاج، والزيت الزيتون نفس الحكايه، ويتحطوا كده على جنب للخلطه دي طول الشتاء، تدي الاطفال منها تدي الكبار منها. فعلا حمايه ووقايه وعلاج في نفس الوقت. يعني اي حد بيبدا عنده تعب اديله بس وانت مطمنه، وشوفي هتلاقي مضاد حيوي فعلا طبيعي 100% من غير اي ضرر ان شاء الله. الخلطة دي هتفيدنا جدا واحنا كده داخلين على رمضان، مش عايزين ندخل تعبانين ولا العيال تعبانين. الايام دي لخبطه وايام تعب، العيال بينزلوا الصبح يتعبوا في البرد. فاحنا ان شاء الله نبدا من دلوقتي كده. لو هتديهم الخلطه دي كل يوم تقوي المناعه، تديهم شويه وقايه من الجو ده. ولو حتى جالهم برد ان شاء الله ان شاء الله بيجي خفيف، مش زي البرد العادي بسخونيه او غيره. زي ما قلنا زيت الزيتون مضاد التهابات، العسل فوائده معروفه، فيتامين سي، في الليمون. الحاجات دي كلها لما بتختلط على بعض بتعمل خلطه مفيده جدا جدا للاطفال والكبار. جربيها ومش هتندمي. دي من ضمن استعداداتنا اللي احنا قلنا هنعملها لرمضان. كل يوم هنعمل حاجة لرمضان، دي حاجة بسيطة كده افتكرتها لما شفت كل الناس تعبانين كده وكل العيال عيانة، فقلت نفيد بعض كده ونعمل حاجة كده ان شاء الله ان شاء الله تنفعهم وتفيدهم وما تضرهمش. الحلقات الجايه هنبدا منيوهات رمضان، فيا ريت اي حد عنده فكره كده الاكله موفره، اكله حلوه في رمضان، اكله تبقى لعدد لعزومات او غيره، يكتبها لنا في الكومنتات عشان نعمل منيو جامد كده. نعمل منيو مجمع كده ل 30 فطار في رمضان. هنعمل منيو 30 فطار كامل، ومنيو 30 سحور كامل، ومنيو مشروبات بقى وعصاير وتحلية طول رمضان. ان شاء الله ان شاء الله من ضمن استعداداتنا وتجهيزاتنا لرمضان خطط وحاجات كتير جدا هنعملها في الايام اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين.